السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين. شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم بقد رحمات رب العالمين. شكرا جزيلا لكل من دعالي بالشفاء، وإن شاء الله شفاء العاجل جميع المرضى. طبعا شوية إذا تحسون أو تلاحظون اليوم صوتي شوية أحسن، إن شاء الله بلكت الله بأيام الجاية يرجع لي صوتي طبيعي، لأن كلش مشتاقة صوتي. هنا حبيت أسوي وياكم تفريزات مثل ما طلبتوا من عندي. تأخرت عليكم، أنا أعتذر. زين، بس لكن تعرفون الأسباب اللي يعني الظروف اللي مريت بيها هي اللي منعتني بأنه أسوي تفريزات. وأنا دائما كل رمضان قبل رمضان بأسبوع أبلش بالتفريزات، لكن تفريزاتنا الشهرية أنا كل شهر أسوي تفريزات. وإن شاء الله رب العالمين ينطينا عمر، حتلاحظون إنه أنا كل شهر هذا نظامي، هذا روتيني. بس قلت لكم بسبب اللي طلع بصبعي مثل بسمار ما قدرت أضغط على نفسي وأسوي تفريزات. طبعا أشكر شكر جزيل الخالة أم مهند، شكرا لمينا، شكرا لأم وسيم، شكرا لأم زيد، شكرا هواية بنات زهرة الخليج، كليتكم هواية هواية بنات. شكرا لكم ولتعليقاتكم الحلوة، عسى ربي لا يحرمني منكم. ضي القمر ما أعرف وينها، فاضل كريم ما أعرف وينها. هواية بنات مختفيات لكن كل من أدرى وياه. تعالوا هنايا خلينا نسوي وياكم تفريزات. طبعا أنا سويت بنات، أنا أسوي تفريزات بصدر الدجاج، تفريزات اقتصادية تكون، واللي ما يحبون اللحم حتفيدهم. هنا عندي كيلو صدر دجاج، طبعا هو مو 1000 غرام وإنما 900 غرام، كلنا نعرف هاي البوادي 900 غرام. تمام. فأنا سويت يعني 900 غرام ما يعادل عندنا شقد تقريبا، يعني خلينا نقول كيلو إلا 100. ضفت وياها نص كيلو بصل. شوفوا هنا التمن غسلته غسلة زينة، وبعدين ضفت له، طبعا أنا التمن عينك ميزانك، ما أجيب قياس، وإذا تريدون هذا بيعتبر كوبين. هذا اللي كان باقي عندي من التمن مالت الوجبة، يعني إحنا ما نستخدمه، ما ناكله، مو تبطر، وإنما ما ياكلونه. فإيش آخذ كل شهر من عنده يا كيلو يا كيلوين. طبعا هاي الوجبة الثانية باقي عندي تقريبا قلاصين، يعني يطلع أقل نص كيلو. زين، أضفت له قلاصين ونص مي. زين، وأضفت كركم وملح. أنا طبيعتي أسوي صدر دجاج بدون دهن بدون أي شي، شفتوه مباشرة بالطاوة، أقبغه ويطلع كل الأنزيم وكل شي ويستوي استواء تام. أجي أضيف له زيت وأضيف له البصل، أحمسه على جهة ثانية، لأن أنا ما أحب أحمس البصل ويا صدر الدجاج. ليش؟ لأنه أحسه يطلع ني. تمام. أنا ضفت بهارات، عندنا كاري، كمون، فلفل أسود، ماجي، ملح. تمام حبيباتي. طبعا هسه شو اسوي؟ اقلب تقليبه زينه ويا البهارات. وهنا حبدي اضيف الدهن حتى شنو من يتشوح عندي او يتشقر عندي صدر دجاج، يعني يتبل بالنكهة مالتنا، يعني البهارات من تنحمس تصير طعمها أطيب. فهنايا بلشت، ما أحكيكم، كنت نايمة بسبب بلاعيمي لأنه ما أقدر أحكي هواية. قلت خلي شوية، أخذت علاج 3 أبر، يعني 3 عفوا كبسولات، كل كبسولة تعادل أبرة، فيعني لازم ما أحكي كنت. فنمت نومة زينة وقعدت قلت لازم أسوي تفريزات، لأن أنا أصلا ما مسوي تفريزات لا شهرية ولا وقت رمضان. فهنا جيت بعد ما البصل عندي تشوح أو تشوغر شوية، مو هواية ذبل. جيت ضفته على صدر الدجاج، ألابس البصل ويا الصدر الدجاج بأنه أخفيه، يعني تعرفون شلون أخليه يندمج كامل ويا صدر الدجاج. طبعا هنا بلشت كامل يعني دا أقلب، والتمن هماتين شفتوا ما عندي شلون تقول يعني بشنو أعجنه، بهاي المهراسة ماكو، فقط عندي هاي القزازة صار لي أكثر من سنتين أني أستخدمها الحمد لله، كلش حلوة تدرخ التمن. زين، وبعدين أني شو أسوي؟ أفرغها على صينية وأعجنها عجنة كلش حلوة. يعني ما أعرف، هسه طالع عندنا عجينة طحين التمن، ذاك اليوم شفت بالأسواق
يستخدم للكبة، لكن أني هاي طريقتي من سنين، يعني من أني بديت أسوي كبة. هاي طريقتي، يعني من عمر 20 سنة هاي طريقتي. شوفوا هيجي، وهيك شوي شوي بس أبردها لحد ما يطلع من عند البخار كليته ويدفى عندي العجينة تدفى، يعني التمناية تدفى، أبدي أعجنها بإيدي. زين حبيباتي، لكن هنا ما يعني ما أجوز أظل أدرخ بيها أو أعجن بيها. زين، حتى شنو تسهل علي، لأن تعرفون عجينة الكبة تحتاج قوة شوية، يعني شلون لازم شتوف. زين نتعب بيها، فلازم نتعب وياها شوية. هنا بديتها أخليها تبرد، أقلب بيها فترة وأرجع لها، يعني عوفة دقايق أروح أسوي شغلة وأرجع لها، عوفة دقايق أروح أسوي شغلة وأرجع لها. وهنا شوفوا شلون حلو دا تنعجن وياي. زين، غلطت غلطة واحدة يا بنات وأني كنت ما أسويها، بأنه أعجن العجينة بالزيت. فضفت لها شوية زيت، أنا ما أعجنها أبدا بالزيت نهائيا، بس قالوا يعني عجنيها بالزيت أفضل من المي، حتى من وقت التقلى لا يعني تتضافر بالدهن، يعني شلون تلزم العجينة أو الكوباية تصير بيها مي تتضافر، لكن أنا ما تتضافر عندي. إيش سويت؟ شوي عجنتها، بعدين ما عجبتني، قمت عجنتها بالمي. شوفوا إذا تلاحظون أنا مخلية يمي كاسة هاي الوردية بيها زيت. فسويت قمت جبت مرة ثانية المي. شوفوا شلون صارت الحشو مالتنا تجنن، طعمها كلش طيب بنات. أنصحكم اللي ما يحبون اللحم سووا لهم بصدر الدجاج. أنا أولادي هسه قد ما يحبون اللحم، دا أتوسل بيهم تصدقون. لساني راح، يعني عظمة لساني ما بقد، كنت بس أجيب صدر عفوا لحم مفروم أسوي بيه كبة وورق. قالوا لي ماما إذا سوينا إحنا ما ناكل، سوي إلكم. شوفوا هنا دا يعني أبلل إيدي بالدهن، لكن ما عجبتني الطريقة أبد. زين، لأن أنا متعودة على المي، أعجن بالمي يعني أسوي كامل كل شغلي بالمي. فقلت لهم أجيب، قالوا لي ماما إلنا سوينا صدر دجاج وإلكم جيبوا لحم مفروم. فأني سويت لهم هاي الكمية إلهم بصدر الدجاج. زين، وإلنا إن شاء الله، يعني مو ناكل من عنده، لا ناكل من عنده مو بكيفهم. زين، إلنا إن شاء الله بعد فترة أجيب أنت تقولوا لحم مفروم. طبعا أنا كل شوية دا أغص، ويعني مو أغص، أختنق، ما أقدر أحكي، أطلع شوية أقح أرتاح، أنا برجع أحكي. وما أحب أتأخر عليكم بالطلبات، خطية هواية بنات طلبوا من عندي تفريزات، وهواية إجتني تعليقات، لكن أني تأخرت وآسفة وأكرر اعتذاري. إن شاء الله هالمرة بعد ما أتأخر عليكم، بس ادعوا لي إن شاء الله بناعمي تصير زينة، يعني كلش اسم الله عليكم تأذيت بشكل، يعني هاي أني ما تصير بيها هيجي أبد، ما تصير بيها هيج. بس تدرون شو وقت إذا أقعد بمكان مغلق وبيه دخان، يعني نرجيلة سجاير شي مثلا أحد يدخن يمي، مباشرة هيج تصير بيه، ما أتحمل. فشوفوا يا بنات، شلت الزيت، جيت عجنت نفس ما أني متعودة عليه من سنين بالمي. زين، ما أعرف إذا واحدة تضبطها بالزيت بعد، ما أعرف والله، بس أنا ما ضبطتها بالزيت، لكن ضبطتها بالمي. زين، وشوفوا ايش قد حلوة طلعت. وعندي الكوباية يا بنات إذا مو خفيفة مرجوعة، لا تاخذوها. لا تاخذوها من عندي. هسه شنو يعني أنا دا أشتغل بالكوباية أي. إذا مو خفيفة لا تاكلوها. زين، أنا أحب الكوبة تكون خفيفة، ما أحب كوبة تكون عبارة عن يعني عجينة تمن. أكو هواية كوبب أني ماكلة ببيوت، يعني أشوف العجينة ثخينة، الكوباية ثخينة، مو حلوة هاي، يعني إيش تاكلين بس تمن. زين، فحاولوا تخففوها. شوفوا شلون عجينة ترفة حلوة. فشوفوا العجينة مالتي كلش ترفة بنات، كلش حلوة، وكلش تنجمع بسهولة وتتشكل بسهولة. طبعا هنا أني دا أسوي وياكم، طبعا إنه عبالي الكاميرا شوية يعني مرتفعة، لكن الكاميرا كلش متوجهة على العجينة وعلى الحشوة. فإن شاء الله حبدي أني بعد من اليوم ولحد قبل رمضان، فأبلش إن شاء الله بالشغلات اللي أسويها كل سنة اللي معتمدتها أني. حتشوفون
شلون أشتغل رمضان وش أسوي أنا رمضان إن شاء الله تعالى رب العالمين يرزقنا صيام رمضان وقيام ليالي إن شاء الله، ويتقبل منا ومنكم الطاعات زين إن شاء الله يا رب العالمين. فتعالوا شوفوا شلون كمية حلوة سويت وشكلت. وصل ويانا لهنا، خلي تعطينا لايك حلو لأن نستحق ونستاهل. زين يعني تشوفون الفيديو كلش حلو صراحة. أنا لحد الآن ما مسوي وياكم كبة ولا مسوي وياكم أي تفريزات. زين رغم أنا كنت قبلها أسوي، وحتى إذا تحبون عندي فيديوهات سابقا يعني من كنت أشتغل كبة يعني كل شهر إني أفرز كنت أصورها اعتياد، يعني ما كان ببالي بأنه أسوي قناتي. فإذا تحبون أراويكم نفس الحالة شلون كنت أسوي تفريزات، شلون كنت أسوي شغل بالكبة والبرك وهالسوالف. فهسه هنايا شوفوا ما شاء الله كيلو قلت لكم، لكن طلعت عندنا خير من الله من الكبة والبرك. طلع عندنا البرك أكثر لأنه أنا عجينة التمن عندي كلش قليلة كانت. زين كمية التمن كلش قليلة، فاستغليت بالبرك سويت كيسين برك، فسويت البرك أكثر. وهاي هي الحمد لله. طبعا طلعت لي العشاء هماتي أنا من عنده. زين هنا طلعت لي تقريبا 20 كوباية تقريبا، يعني ويا هذني بالصينية وعدا هذني، فالمجموع تقريبا أنا ما حسبت زين، أعتقد 20 كوباية. وهنا بعد ما كملت يعني الكوبا مالتي طلعت من عندها للعشاء وطلعت من عندها للتفريز. ايش سويت؟ سويت سمبوسة. تمام بنات؟ هنا داراويكم طبعا. خطية أختي على الخط بدها تطمن علي لأنه كنا قبلها بيومين ببيت أهلي، فشافتني وضعي كلش تعبان كانت تطمن علي تقول ايش دا تسوين ما تسوين. فقلت لها دا لف كبة ولف برك، كانت تقول لي معودة بهسه وقتها انتي وياها، قلت لها لا ما يخالف لأن أنا أصلا محتاجتهن. زين أختي الأصغر من عندي طبعا هي متزوجة، صح متزوجة بس هي أصغر من عندي ب8 سنوات. زين فخطية كانت وياي على الخط ودا نسولف أنا وياها وأنا ألف وياكم الكبة والبرك. فهنا دا أسوي لكم أشكال يعني شلون تتشكل البرك، لكن أني يعني هاي الأشياء مستحدثة، يعني شلون أقول لكم جديد دا أسويهن، بس طريقتي أضبط، طريقتي أحلى، أحس على إيدي متعودة عليها. يعني تعرفون انتو كل أم بيت هي متعودة ايش تسوي ايش ما تسوي. فمتعلمة على طريقتها وتمشي عليها. طبعا أنا مخلية بمقلاص مي ودا أشرب وأحكي. ما أحكيكم بنات إذا تعرفون أسماء علاجات زينة كتبوا لي، أنا رحت حتى على طبيب بس ما يفيد وياي. زين فهنا بلشت أكمل تقريبا يعني مو أكمل، وإنما دا ألف بالكيس الأول. زين وحبيت أسوي بالجبن، لكن قلت مو هسه إن شاء الله مالت الجبن قبل رمضان، حتى من يجي أبونا إن شاء الله من الدوام أروح أجيب وياه شوية جبن عرب حتى أخلي وياه جبن الموزاريلا وأسويها للسحور ذيك. زين إحنا أنا أطفالي مو هالقد يحبون البرك يعني صراحة، فيحبون الكبة أكثر من البرك، لكن أنا وأبونا نحب البرك هواية، نحب الكبة هماتينا بس نحب البرك أكثر. خاصة وقت السحور تكون وجبة خفيفة عادي، يعني ويا شوية جبن شوية شي فنمشيها. زين وأنا ما إذا عليه أصلا ما تسحر نهائيا، لكن في السحور بركة لازم واحد ياكلها حتى لو شي بسيط. شوفوا بنات أنا هاي طريقتي، تشوفون لفة بسيطة أسويها مثلثة وبعدين أبدي أطبق. تشوفون شلون حلوة تطلع، هيش تطلع السمبوساية كلش حلوة. زين وأسوي لها مثل جيب وأدخل فيها هاي شوية، وبعدين عندي شوية طحين ومي، يعني عجينة خفيفة تصير كلش. شو أسوي بيها؟ فهنا خلصت كيس واحد وبقى عندي طبعا بهاي كمية ما شاء الله. هسه أبلش كيس الثاني. زين هنا قلت خلي أسوي لهم العشاء خطية لأنه كانوا جوعانين والوقت ساعة يعني نقول ساعة بالعشرة تقريبا. يلا خلصت أني هاي كمية الكبة وكمية البرك. فقلت خلي أخلص فد مرة النوبة حتى أروح أفرز وأروح أسوي لهم العشاء
وبعد هي أشوف إيش أسوي. طبعا أنا كملت هواية شغل بهاليوم، خاصة شفت نفسي شوية زينة، فشفت نفسي شوية زينة قلت خليني أقوم أشتغل وأكمل باقي شغلاتي بهدوء وعلى كيفي، لأنه تعرفون مضيش إن شاء الله للدوام. يوم الأحد يبلش عندنا، يعني تبدي عندنا المدارس تداوم إن شاء الله. فقلت خلي شوي أستعجل، كافي نومة الفراش ما تفيدنا صراحة. أنا هنا كل كيس بنات أخلي تقريبا 11 أو 12 برك، يعني قطعة برك أو سمبوسة، لأنه قلت لكم مو هالقد هم يحبوا، بس أنا وأبونا إذا أكلوا ياكلوا هم سمبوساية واحدة وخلاص، ما ياكلون، يحبون البرك الكبة أكثر. فطلعت عندي هاي الكمية خير من الله، تقريبا هي كل كيس وجبة، يعني بالخمس وجبات 4 وجبات طلعت عندي، وباقي عندي بعد هماتين كيسين بعد بالثلاجة أو بالفريز عندي. وهنا سويت لنا احنا كمية هاي للعشاء، طبعا هاي عشقتها، حتى صارت بيها لون قلت مو أشكال، بس كلش حبيته. إذا لقيت الأكبر من عده إن شاء الله حشتري بإذن رب العالمين. زين، يعني كلش حلوة بالتقلاة وما تتعب، وما أعرف يعني أنا جبتها الغيرشي وسبحان الله رهمت الغير شغلة. جبتها أسويها دلة للكاستر ما كاستر، ورهمت سبحان الله التقلة. فإذا شفت آخذ من عند الكاستر ومحلبي وهالسوالف في رمضان إن شاء الله. وبس هاي. وهنا صار عندنا، شوفوا ايش قد حلوة طلعت الكوباية، تجنن يا بنات. شوفوها ايش قد من الخارج يعني مقرمشة، ومن الداخل هشة، شوفوا ايش قد خفيفة. بس شوفوا لي السمك مالت الكوب، يعني هي تمناية وحدة مبينة، تمناية وحدة، هالقد ما خفيفة وحلوة. زين. والبرة كماتين شوفوا شلون الشوقر صار شكله حلو ومقرمش. زين. رغم العجينة هي جاهزة، بس الحشوة الداخلة كلش طيبة. زين حبيباتي. ف اللي هنايا أتمنى من عندكم تعطوني لايك وتشجعوني أكثر، وحتى أنزلكم فيديوهات يعني غيرها. يلا مع ألف سلامة حبيباتي، أحبكم.